صلي على النبي وما تنساش الاشتراك عشان نوصل للمعلومة كاملة. تخيل معايا إن مصر في وقت من الأوقات ما كانش ليها ملك واحد يحكمها، لكن كانت متقسمة بين قوتين، ملوك في الشمال وكهنة في الجنوب. وده بالظبط اللي حصل في عصر الأسرة ال21. الأسرة دي ظهرت حوالي 1070 قبل الميلاد بعد سقوط الدولة الحديثة، في وقت كانت فيه مصر تعبانة وضعيفة ومفيش سلطة مركزية حقيقية. في الشمال وتحديداً في مدينة تانيس حكم ملوك زي اسمندس وخلفائه لابسين التاج وبيظهروا كملوك شرعيين، لكن في الحقيقة قوتهم كانت محدودة جداً. أما في الجنوب في طيبة فكانت السيطرة الحقيقية في إيد كهنة آمون اللي امتلكوا المال والجيش والمعابد، وبقوا أقوى من أي ملك قاعد على العرش. مصر ما تقسمتش بحرب مباشرة، لكنها تقسمت بالنفوذ والسيطرة، كل طرف سايب التاني يحكم منطقته، لكن من غير ملك واحد يجمع البلد كلها. ورغم الضعف والانقسام الحضارة ما اختفتش، والفن والدين فضلوا مستمرين، بل كمان الاهتمام بالموت والبعث زاد جدا، وظهرت خبايا المومياوات اللي تخبى فيها ملوك عظام علشان يحموهم من السرقة والضياع. لكن الانقسام ده كان بداية النهاية، ومع الوقت مصر فقدت هيبتها وسط العالم القديم، وابتدت تدخل مرحلة أضعف وأخطر لحد ما انتهت الأسرة ال21 وبدأ عصر جديد. لكن مصر عمرها ما رجعت بالقوة اللي كانت عليها قبل كده. ودي كانت حكاية أسرة ملوك بلا قوة وكهنة بلا تاج. ولو عجبك الكلام ده صلي على النبي وما تنساش الاشتراك عشان نكمل مع بعض باقي الأسر الفرعونية.